هؤلاء الذين جاءوا بصفة غير شرعية. جريدة واحدة اليوم تحدثت عن الأموال الكبيرة التي تلقوها لتوطين عدد من الأفارقة في تونس، ثم أن الأفارقة الموجودين في تونس هم ضحايا في بلدانهم، ضحايا لنتيجة التقسيم العالمي للعمل، وكانوا ضحايا وما زالوا ضحايا، وهناك من يستغلهم أيضا في تونس بصفة غير قانونية. والبرامج تتحدث عن الميز العنصري في تونس مع مقارنات مع حركات في الخارج تدعو إلى التمييز العنصري. يعني طلبنا بتطبيق القانون. يقال أن هناك تمييز عنصري، تمييز ضد الأفارقة. نحن دولة أفريقية، ولكن هناك مخطط للتوطين، وأشرت إلى هذا. أود هنا أن أتوجه إلى كل المسؤولين في كل المستويات أن أوصيهم خيرا بأشقائنا